أهلا بيكم في قناتنا وتلك كانت قصتي. لو عندكم أي مشكلة ومش لاقيين لها حل ابعتوها لنا على صفحتنا على فيسبوك أو تحت في صندوق التعليقات وإن شاء الله نلاقي لها حل. وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان قناتنا تكبر بيكم. ومعانا مشكلتنا النهاردة من غير اسمي لو سمحتي. أنا اتشجعت أبعتلك لما لقيت في كذا راجل بعتلك مشكلته، وعاوز منك ومن كل متابعينك النصيحة الصادقة لأن أنا فعلا تعبت. حكايتي بدأت لما اتجوزت زميلتي في الشغل وطلبت مني طلبات مادية كتير جدا، ورغم كده نفذتها وكنت مستني بفارغ الصبر اني اتجوزها. عشنا مع بعض 11 شهر في سعادة، وبعدها خلفنا ابننا. وبالظبط في شهر رمضان اللي فات حصلت بينا خناقة عادية زي أي بيت يعني، وكانت بسبب المصاريف وضغوط الحياة اللي أكيد برضو في كل بيت. وكانت بتشتكي من تدخلات أمي في تربية الولد، وإنها أصرت إننا نسميه على اسم والدي الله يرحمه، وبخاصة إن أمي جت قعدت عندنا شهرين تقريبا ومشيت. قلت لها عادي وبتحصل ودي ست كبيرة ولازم نحترمها لأنها أمي، وطلبت مني أشتري لها شوية حاجات للبيت. فنزلت أشتريها من سوبر ماركت قريب مننا، وخدت وقت تقريبا ساعة أو يمكن أقل. ولما رجعت البيت ما لقيتهاش، ولقيت ابن الرضيع على السرير بيعيط. قلت يمكن راحت لجارتنا أو في البلكونة. دورت عليها ما لقيتهاش. اتصلت بيها لقيت تليفونها مقفول، فاتصلت بابوها قال لي أيوة جات لي وهبقى أجيبها ونجيلك بعد الفطار. ولما اتأخر عن ميعاده قلت له الولد بيعيط هجيبه ليها. قال لي لا هنأجل الموضوع لبعد العيد، أصل حالتها النفسية وحشة. فقلت له ليه خير؟ ما حصلش حاجة يعني تستدعي كل المشاكل دي، وبعدين مين هيراعي الطفل الرضيع ده؟ فلقيته احتد في الكلام وقال لي ابنك عندك وبنتي عندي. ما لقيتش حل قدامي غير اني اودي ابني لوالدتي، وهي ست كبيره في السن وساكنه في مدينه غير اللي انا ساكن فيها، بس كانت بتيجي تقعد عندي فترات يعني. فقلت لها تعالي يا ماما اقعدي بابني. قالت لي لا ما سيبش مكاني ابدا. فوديت لها الولد ورحت لعمي وقلت له يصلح بيني وبين مراتي. فراح زار حمايه، وكانت المفاجاه ان مراتي مصره على الطلاق، وفي نفس الوقت مش راضيه تاخد الولد، وعندها استعداد تتنازل عن كل حاجه بس تتطلق مني. بصراحه انا استغربت موقفها، يعني هي ليه بايعه قوي كده؟ ولقيت امي جت يوم الشقه وسابت لي الولد ومشيت، وقالت لي انا مش قادره صحيا على خدمته، واضطريت اخد اجازه من شغلي علشان اراعي الولد. وللاسف كل اجازاتي خلصت، وفي الاخر اتفصلت من شغلي. وحاليا بقى ظهرت لي فرصه للشغل يعني جديده وبس بمرتب كويس، لكن مراتي مش راضيه تاخد الولد، وامي قالت لي ظروف الصحيه ما تسمحش. طب اعمل ايه؟ وهل في حل قانوني انها تاخد الولد غصب عنها؟ يا ريت لو في محامي من متابعينك يرد عليا. ولو سبت لهم الولد قدام البيت ومشيت هل عليا اي عقوبه قانونيه مثلا؟ لصاحب المشكله، اولا مشكلتك كده فيها حاجه ناقصه، زي مثلا هل تدخلات والدتك كانت في حدود المسموح به ولا كانت لا تطاق فعلا؟ اصل مش منطقي ان مراتك هتقرر فجأة تمشي وتسيب الولد وتبيع كل حاجة بدون مبرر واضح. حتى لو هي عملت كده المفروض يعني ان عاطفة الامومة اللي هي موجودة عندها بالفطرة هترجعها. بلاش ابوها، يعني بلاش حتى ابوها، المفروض هيحكم العقل. لو اللي حصل ده ما كانش يعني له سبب قوي مستحيل هيقبل انه يهد بيت بنته او يوافقها على قراراتها المتسرعة او الهوجاء. بنصحك بصراحة انك تحاول مرة كمان ودخل ناس عشان تصلح، وبخاصة انك لسه ما طلقتهاش. اسمع وجهة نظرها وشوف ايه طلباتها، حاول يعني تقرب وجهات النظر، واهم حاجة لا تنسوا الفضل بينكم. ولو ربنا يسر لكم الحال ورجعتم حاول تفصل القوات تماما بينها وبين مامتك، يعني لا تنسى حقوق مراتك وابنك عليك ولا تأثر في بر امك نهائي. ومش محتاجة أأكد ان مفيش اي علاقة بين علاقتك بزوجتك وبرك بأمك، وليه عتاب واتمنى تقبله بما انك طلبت رأيي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول. يعني دلوقتي كل مشكلة حضرتك انك تخلص من الولد بأي طريقة لانه معطلك، مع انه مسؤول منك وهتسأل عنه يوم القيامة. ما تحاولش تفكر بقى في ايه حساب مراتك او انت ازاي تخلص من الولد وخلاص، هي ليها حسابها عند ربنا زي ما انت ليك حسابك بالظبط. وعلى فكرة تقدر تودي الولد حضانة فترة الصبح لحد ما ترجع من شغلك. فكر بصراحة، لازم تفكر ازاي تقيم بيتك مرة تانية، لان في طفل ملوش اي ذنب هيدفع الثمن لو البيت ده اتهد. وفي النهاية بتمنى لك حياة سعيدة.